السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ عساكم طيبين. رجعت لكم اليوم في قصة جديدة واقعية حقيقية صارت في منطقة تبوك. القصة الأقدم سجين في منطقة تبوك. السجين اسمه عطلة، ما أقدر أذكر اسمه كامل، يعني المعذرة. معروف القصة يعني عند أغلب أهل تبوك معروفة وعارفين الشخص هذا اسمه عطلة. من أهل الجوف. كان ضابط. الشاهد في القصة عطلة كان ضابط يعني ملازم أول، وتو جاي تبوك ومتوظف في المدينة العسكرية. الكلام هذا قبل أكثر من 20 سنة. كان تو جاي المدينة العسكرية ومتوظف، وكان يشتغل على البوابات في المدينة العسكرية. اللي يعرف تبوك يعرف البوابات ويعرف المدينة العسكرية فيها سكن الضباط والأفراد وفيها مستشفى وبجنبها مطار عسكري وبجنبها مطار مدني. اللي حصل عطلة كان تو متعين على البوابات، واللي معاه شغال في البوابة واحد من جماعته شغال معاه نفس البوابة، مسؤولين عن البوابة، هو ولد عمه. وولد عمه هذا من جماعته ضابط بعد. المهم اللي حصل عطلة هذاك اليوم كانت، ما أذكر اليوم بالضبط، ولكن كان الوقت متأخر من الليل، يعني الساعة 9 في الليل كذا 10. جاء عطلة وتهاوش مع اللي من جماعته هذا الضابط اللي مشغل معاه في البوابة على استلام حاجات بسيطة يعني. تهاوش معاه وروح على بيته عطلة، وهذاك قعد لأنه باقي دوام ما خلص. روح على بيته نام. اليوم الثاني ولا الشرطة العسكرية تدق عليه الباب. عطلة تفضل، وش فيه سويت أنا؟ وش فيه عندكم جاي عند باب بيتي؟ قال أنت متهم في قضية قتل. يا ناس أنا نايم في بيتي ما سويت شيء. قال لا أنت متهم في قضية قتل، تفضل معانا في المكتب تعرف كل شيء. يوم راح قسم الشرطة قال لهم وش مسوي أنا؟ قالوا أنت متهم في قضية قتل. طيب قتلت مين؟ أنا ما قتلت أحد، أنا نايم في بيتي. قالوا لا ذبحت. طب من ذبحت؟ قال ذبحت فلان الفلاني الضابط اللي كان معاك في نفس البوابة. ذبحته في البوابة اللي هو مداوم فيها في المكتب حقه. يا ناس ما ذبحت أحد. قالوا له شافوك الناس العسكر وانت تهاوش معه قبل ما ينذبح. يا ابن الناس اللي ما ذبحت أحد. قالوا لا ما في، انت اللي ذبحته. ودوا على التوقيف، خذوا عطلة ودوا على التوقيف. كيف مات الضابط اللي قتل ولد عم عطلة اللي في البوابة؟ كان قاتل ذكي جدا لدرجة انه الى يومكم هذا يا شباب يعني القضية فيها مشاكل. كان لانه المطار بجنب البوابة، القاتل وقت الطيار تيجي الساعة 11 في الليل. يوم متعدي من فوق البوابة يقتل المقتول الله يرحمه. فجاء قاتل الساعة 11 في الليل، ويوم ما عدت الطيار من فوق البوابة ذبح الضابط. ليه بالضبط لما تعدي الطيارة من فوق البوابة؟ عشان الصوت الطيارة عالي. الطيارة العسكرية معروفة لها مروحتين وعالي عالي عالي جدا صوتها، وتكون قريب من الأرض فما يسمع صوت الرصاص. فجاء ذبح الضابط وهو نايم في مكتبه. معروف يعني بجنب البوابة في مهاجع وفي مكاتب. ذبحه وهو نايم في مكتبه، ذبح في راسه وتركوه وهو نايم. فقالوا انت عطلة اللي ذبحت، انت اللي سويت زي كذا، انت اللي تهاوش مع الرجال وذبحته. قال والله العظيم ما سويت شيء، ما ذبحته، وهذا يعني من جماعتي وبيني وبينه معزة وصديق قديم لي، فما اذبحه يعني من ديرتنا من الجوف كمان. قالوا الا انت اللي ذابحه. بس يا شباب ما كان في بصمات ولا شيء عليه، ما في دليل ثابت اكيد يعني انه هو ما في غير انه تهاوش مع الرجال وانه انت اللي ذبحت. الناس كلها اتهمته، وحتى العسكر اللي كانوا مداومين قالوا الا انت اللي ذبحت. الشاهد من القصة عطلة قاعد في السجن فوق 20 سنة ينتظر اطفال الميت يكبروا عشان يتنازلوا عنه. قاعد 20 سنة وهو يقول انا مظلوم. حتى يعني الوالد زميل له، يعني كان الوالد كان عسكري،
كان يسأل يقول والله العظيم مظلوم إني ما ذبحت ولا سويت شيء. جو أهل الولد يعني أولاد المقتول بعد 20 سنة جاء قالوا لهم بتنازلوا. كانوا عمام المقتول عيال اخوان المقتول كانوا يقولوا لا ما احنا متنازلين، ولكن سبحان الله يسر انه اولاد المقتول تنازلوا عن عطله. الشاهد من القصه انه عطله يا شباب حتى بعد ما تنازل عنه وفرج عنه الى يومكم هذا يقول القاتل مو انا، اللي ذبح العسكري اللي ذبح الضابط مو هو انا، اللي ذبح واحد شخص ثاني غيري. ضاعت من عمره 20 سنة ظلم. تخيلوا يا شباب معي 20 سنة من عمره راح الظلم. إلى يومكم هذا عطله يقول أنا ما سويت شيء وبريء، بريء من القضية من أولها لآخرها. في أمان الله، أشوفكم على خير. كان معاكم أخوكم عمر الضفيري. ارسلوا نقاطكم للتوب 5. في أمان الله.